هل الانطواء بيعتبر مريض نفسي؟ الإجابة باختصار لأ. فمش كل حد ساكت وبعيد عن الناس معناه ان هو مريض، لكن ساعات الانطواء المنطفي ممكن يكون عنده صراعات داخلية كبيرة، فالشخص ده مش بيختار الانعزال من نفسه، بس جوه دماغه بتبقى فيه افكار ومشاعر معقدة محدش بيقدر يشوفها. بيبان ان هو هادي، لكنه من جواه بيحارب نفسه بين رغبته في ان هو يقرب من الناس وخوفه من الانكشاف او الخيانة. احيانا افكاره العميقة بتتحول لشكوك او ظلال سودا بتخليه حساس جدا لكل موقف وكل كلمة حواليه، وده ممكن يبان للي حواليه على ان هو غموض او عصبية بسيطة، وهو بيراقب التفاصيل الصغيرة اللي الناس العادية ما بتاخدش بالها منها، وبيفكر كتير جدا قبل ما يثق او يحب، فمشاعره عميقة جدا، وغالبا حاسس بالوحدة حتى وهو وسط الناس. لكن ده مش مرض، دي حساسية عالية وفهم عميق للذات وللعالم اللي موجود حواليه. فالانطواء المظلم مش ضعيف، بالعكس ده عنده قوة صامتة، بيحلل وبيلاحظ وبيعيش في صراع مستمر بين الانعزال والرغبة في التواصل، وبين الظلام اللي جواه والنور اللي بيحاول يلمسه. ومع كل ده بيكمل حياته بحذر ووعي، وده اللي بيخلي الناس تفكر هل هو بس هادي ولا في شيء أعمق من كده جواه.